كلمت مع مراته قلت لها شو الميزات، يعني شو السلسلة أسد، يعني هذا بيفيدك أكثر وبيعطيك. أول حاجة تقول لي وير فروم، قلت لها موروكو. يا فندم. نعم، نعم فيه، نعم فيه. بنشوف الشعب المصري بيحتفل بالشوارع. ولا دي ازازه فريق تاني؟ لا والكاميرا كل شويه تجيب لك على الازازه على الواد يعني. انا عايز اسال سؤال واحد وبدون عصبيه، ما عنديش مشكله في الماتش كله ان احنا طلعنا، انا مش متعصب. وناحره قال لكم عارفين راسكم غادي البيلانتيات ديال السميات كلهم غادي غيتلاح في جهه اليمن. يجيش الماتش بتاع منتخب مصر ليه؟ لان اللي هنلمحه هنمرجحه. احنا بنخافش من حد، احنا نكسب اي حد. ولو بتسألني عن تمنياتي الشخصية، تمنياتي الشخصية هي مواجهة. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي مرحبا بكم. خيرها في غيرها خوتي المصريين. كنا كنتمناو لكم تدوزوا، ولكن كما شفتوا هذا العام راه ما عندكمش فرقه باش تمشيو بعيد. الدول العربيه كامله لقات صعوبات، وبعدها حريرتنا حريره حتى حنايا مع جنوب افريقيا بعد الغياب ديال حكيم زياش و... وبوفال. ولكن ثقتنا كبيره في الركراكي وفي باقي اللاعبين ان شاء الله يكونوا في المستوى. احنا مع الاخوان المصريين الحمد لله ما عندناش شي مشاكل كبحال شي دول اللي هما ما كيعرفوا لا يفرقوا بين السياسه وبين كره القدم. حنا كتكون عندنا بزاف ديال الشديه نقطع عليك مع المصريين في كره القدم، وبعض المرات كنكونوا يد وحده. خرجوا شي وحدين كانوا كيتمناو لينا يعني يتقابلوا معنا ويربحونا، بحال هذا الشخص هذا مسكين. اللي هيجي على الايد هنلعب بيه حديد. قلبي عندك يلي الكلام عندك. امبارح بعد الصعود المثير للجدل للمنتخب المصري الى دور ال16 اتحدد مين هيكون في مواجهة المنتخب المصري في دور ال16 من كأس الامم الافريقية. المنتخب المصري سيواجه تاني المجموعة اف. وتاني المجموعة اف ده يا اما الكونغو الديمقراطية، يا اما المنتخب المغربي الشقيق، يا اما منتخب زامبيا. ودي تقدر تعتبرها رسالة شديدة اللهجة للثلاث منتخبات. حاولوا انتوا الثلاثة النهاردة تلعبوا على المركز الاول. هذا مسكين كان تيحلم ويطيح من السداري ضرباتو الفيقه. ضرباتو الفيقه لقى راسو خارج بغى يلعب مع المغرب. لان اللي هيصعد مركز تاني يعتبر نفسه بره البطولة، ويا ريت كمان ما يجيش الماتش بتاع منتخب مصر. ليه؟ لان اللي هنلمحه هنمرجحه. احنا بنخافش من حد، احنا نكسب اي حد. ولو بتسألني عن تمنياتي الشخصية، تمنياتي الشخصية هي مواجهة المنتخب المغربي أسود الأطلس، أو المرشح الأول للبطولة والمنتخب الأقوى في البطولة فنيا ومن حيث الإمكانيات. طب ليه عايز أواجه المنتخب المغربي بدري؟ لأني مش ضامن فكرة صعود الفريقين لحد النهائي، وعايز ألاعب المنتخب المغربي. ليه؟ عشان نحط كل واحد عند حده. وردا على بعض التصريحات اللي كانت ما قبل البطولة الملفتة للانتباه. عرفتي اش غدير؟ رجع عاوتاني نعس وحلم بانك ربحتينا. ولكن اللي كان صدر المشهد المصري هو ابو جبل قباسكي. قباسكي مسكين داروا ليه سكي، ما عرفتش التسميه قباسكي وزيزو وتريزيكي. اش هاد السميات اصاحبي؟ انتوما مصريين زعما راه مصريين عندكم تاريخ، خاصكم تعتزوا بالهويه ديالكم. وخا سميتكم كلهم احمد ومحمدين وحميده في الفوتسال تا هما عندهم قال لك عندنا ميسي وعندنا كافو مارادونا. اش هاد السميات اصاحبي؟ والله شي عرفني تنشمئز ملي كنسمع هاد الاسماء هادو عندكم المصريين. اعتزوا بالهويه ديالكم، اعتزوا بالاسماء ديالكم. شتي الفرق بينكم وبين المغاربه الامازيغ اللي كيتشبتوا بالهويه ديالهم. سميتي علي كنبقى علي، سميتي احمد كنبقى احمد، سميتي عمر كنبقى عمر. والله العظيم ما كاين اللي كيفقصني قد هاد الاسماء هادو. تريزيكي كهرباء، اش هاد التخربيق هذا؟ اش هاد التخربيق؟ اعتزوا بالهويه ديالكم شي شويه. ولكن
ابو جبل والوينش، نسينا الوينش حتى هو الوينش. والله العظيم اش هاد السميات هادو، واش هاد السميات؟ وبسيف ما تخسروا، سيف ما تخسروا. ابو جبل هو اللي عليه الاضواء. سخط الوالدين. ودير واحد القرعه كاتب فيها كاع الاسماء ديال اللي غيتشيريو باش تعرفوا مراه وناحي. راه قال لكم عارفين راسكم غادي البيلانتيات، دير السميات كلهم غيتلاح في جهه اليمن. امر ماشي بيلانتيات. راه شوف شكون قال لكم هذا الخبر هذا اللي قال لكم راه اللعاب كيشوت تما راه غيبقى يشوت تما. راه اللعاب راه كاين اللعاب راه في 2 ثواني ولا ثانيه كيقرر فين غيشوت. داكشي على حسب التحركات ديال الحارس، والحارس حتى هو ما كيعرفش وقتاش غيتسيب، واش هنا ولا هنايا. داكشي حسب التحركات ديال هذاك اللاعب عاوتاني. كتكون في جزء من اجزاء المئة كيقرر، كتكون القرار ديال الحارس ولا القرار ديال اللاعب اللي غيشوت هذيك الكره. الكور تلاح كامل في اليمين، ما عرفتش انايا هذا الكور. يا اسطى هو انت رخصتك يمين؟ يا اسطى هو انت رخصتك يمين؟ ما اتعلمتش في المدرسه حاجه اسمها اتجاهات يمين وشمال، مش يمين بس. مبروك النهارده لاخونا ابو جبل، اثبت ان هو من اهل اليمين. طب بالراحه، انت ما بتعرفش تشوت، ما بتعرفش تشوت، اركنها حطها بالراحه، تشوطها برضه فوق على اليمين. فاكر نفسك مين يالا؟ المشكله انه اخر واحده برضه راح على اليمين. ابو جبل غير المبدأ، قال لك ان الانسان لا يقع في الغلطه مرتين. ابو جبل وقع فيها 9 مرات. يا اسطى هو انت سارق الازازه؟ ما حسبتش عليها طيب؟ ولا دي ازازه فريق تاني؟ لا والكاميرا كل شويه تجيب لك على الازازه على السن واد يعني. انا عايز اسال سؤال واحد وبدون عصبيه. ما عنديش مشكله في الماتش كله ان احنا طلعنا، انا مش متعصب. بس انا عايز اسالك انت سؤال. انت اتشاطت عليك 7 ضربات جزاء، ليه اترميت عليهم كلهم يمين وهم كلهم ملعوبين؟ يعني ايه اللي بينك وبين اليمين؟ يعني هل ياسمين عز كانت قاعده في الخن هناك عند الزاويه فكنت بتحاول تنقصها، ولا هي قالت لك اترمي يمين عشان هي بتحب اليمين، ولا انت اترميت يمين عشان مالكش في الشمال؟ يعني فهمني. 7 كور اترميت عليهم يمين وكلهم في الشمال، والكره الوحيده اللي اترميت عليها شمال اتشاطت لك في اليمين. يعني انت غيرت في الكره الوحيده اللي ما تنفعش فيها تغير. الاتجاه نحو اليمين، نحو اليمين، اتجه نحو اليمين، إلى اليمين بليز، ولك اتجه نحو اليمين. يلعن أبو اللي أعطاك الرخصة. اقسم بالله طلعنا عن شعور يا مصطفى. انصر دينك يا مصطفى. الحمد لله يا جبل. انت عبيط يالا، طار اسود وقت حلوه. يا سلام يا عيني يا محمود. شمال بقى جبل، شمال. لا حتى اليمين. يلا يا جبل، وادي جبل وجبل. الشعب كله يسحب صخره الجبل، مصر كلها تسحب صخره حالا لجبل. ينعل وادي جبل في نصيبه يا جبل. ياسمين عز مستنياك يا مورد، هتلعب لك في خدودك يا عالمي عقبال ما يلعبوا فيه. ميكروفون ودي انا عرفت علاش خسروا. راه ما كاين لا ابو جبال ولا مدرب ولا. راه سقيت الوالدين يشجعوا الناس يجوا باش قال لك شكون الفريق اللي تفضلوا يروح، قال لهم ميسر. سقيت الوالدين راه كانوا كيشجعوا كاع الفرق اللي كنا حنايا معاهم، وصلنا للدومي فينال وبغيتوا مصر ما تخسرش. صراحة نشجع الفريق المصري لأن من الفرق القوية عالميا وقاريا. يعني الفريق المصري برا أنه يمر بمراحل يعني سيئة ومرات يعني، ولكن يرجع في الأخير يرجع وهو الفريق لسلو، أو الفريق الثاني هو فريق السنغال. ولكن نحب الفريق المصري يثأر للفريق السنغالي ويكون هو بطل إفريقيا. اسمع، واش دخلنا عليك بالله ما تخسرش واحد بحال هذا تيقول لك الفرقه القويه عالميا. فين هاد القويه عالميا؟ مصر عالميا. وفين هذيك ليلى عبد اللطيف اللي قالت لك مصر غتدي لاكوب دافريك؟ عيط عليها حتى هو داك حفيان الراس ديال عمر اوديب ولا ما عرفت سميتو.
فرحانين. قال لك سوف يخرج المصريون، سوف يخرجون ويفرحون. يا ودي على مصر. منتخب مصر الوطني الآن يخوض مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية. يا أنكل عمرو أديب، هو احنا وصلنا لطنط ليلى عبد اللطيف بجد والله؟ هل جالك أي إلهام في هذا الأمر؟ يعني إلهام مين اللي بتسألها على؟ إلهام عز الدين؟ مين إلهام؟ بجد والله. والله هي مصر دايما بتحقق انجازات في قصدك كرة القدم، صح؟ أيوة يا فندم. نعم فيه بنشوف الشعب المصري بيحتفل بالشوارع في البطولة دي من وراء انجاز كبير. نعم، زي ما حكيت عن المغرب. مفاجأة كبيرة جدا، ليلى عبد اللطيف بتتوقع فوز منتخب مصر ببطولة افريقيا وزيادة كبيرة في قيمة الجنيه امام الدولار. يلا الهول، خلاص افرحوا يا مصريين. الست ليلى اتوقعت لنا بالخير بعد ما ليلى هانم عبد اللطيف خربت بيت احمد العوضي وتوقعت طلاقه من ياسمين عبد العزيز، والطلاق تم والحمد لله. الظاهر كده ليلى عبد اللطيف حست بالذنب وقررت تصلح غلطتها وتتوقع لنا فوز منتخب مصر ببطولة افريقيا. والله ما قصرت يا شيخة. وقبل ما المصريين يفرحوا وينزلوا يحتفلوا في الشوارع من دلوقتي، قامت الست ليلى ربنا يكرمها يا رب توقعت للمصريين خبر احلى واحلى، وهو ان الجنيه قيمته هتعلى يا ولاد من تاني خلال 2024، وان الاقتصاد المصري هيرجع ينتعش من تاني، والفلوس هتجري في ايدينا كده زي الرز، والكهرباء هتبطل تقطع كمان. افرحوا يا مصريين وزغرطوا. يعني كده ليلى عبد اللطيف بتقول لكم ان بعد ما مصر تكسب في نهائي افريقيا ونحتفل في الشوارع ونزيط ونهيص، هنصحى تاني يوم نلاقي البنزين راخص. ايوه خلاص بقى، راح زمن ان البنزين يغلى بعد الماتشات. ده ليلى مأكده لنا بنفسها يا جماعه، ده احنا هنصحى نلاقي البنزين رخص زي ما بقول لكم، ومش بعيد الدولار هو اللي يتعوم كمان. ينزلوا افرحوا. والويلي يا اختي، والويلي يا اختي. لا حول ولا قوة الا بالله. تابعوا لي يا ليلى، تابعوا لي يا ليلى. ليلى عبد اللطيف يا لطيف اللي ربحوا، هم ربحوا. راه قال لكم أناحي، قال لكم راك طيحوا. شوف دابا المشكلة، شوف البيت الأولاني، وشوف شحال من لعاب خلى الكرة وغادي للحكم. 1 2 3 4 5 6 ديال اللعابة هازين يديهم للحكم. شوف 6 لعابة هازين يديهم للحكم وخلاو كرة مشاو ماركاو الاخرين. لعبوا كرة بلا بكا، لعبوا كرة بلا بكا صاحبي، راه تربحوا. لعبوا كرة. مصر راه عندها فرقة، شتي ولو ما عندهاش. حيد ليا كاع انايا كاع دوك المحترفين، ومصر ديما عندها كرة. علاش تتلعب بالنفس؟ حيدوا غير بكا صاحبي. كانوا مزيانين يلعبوا غير كرة، ما يمشيوش لهداك الشيء لاربيط، وبقاو ما بقاش داك الشيء خدام ديال لاربيط ولا الفار دابا ولا بزاف ديال الحوايج. مشيو الجزائر قال لك غيجيبوا زيدان. موريتانيا يربحوا الجزائر ولا ما بغاوش. تا الجزائر دابا راه تيندو في الضربه موريتانيا. كيفاش المنتخب ديال تيندو يجمعوا شي 50 تيندو هذوك شبعانين جلال يضربوهم شي 7. قال لك باغي يجيبوا زيدان يتريني بهم. زيدان والله زير راه بغا يولي سميتو حديد دان. زيدان والله الا حاجيبو حديد دان، والله تولي سميتو حديد دان. زيدان صافي داكشي كاع يضربوا في شحال هادي عليكم زيدان في الزيرو. الا جات تما راه ما بقاش زيدان، غيولي حديد دان نيت بصح. لا حول ولا قوة الا بالله. غنشوف واحد الفيديو ديال واحد الاخت كتشتغل بالامارات الشقيقة، باش كتعرفوا هذاك الشيء اللي داروا الجماهير والمؤثرين المغاربه في الكوت ديفوار،
والحب ديال الكوت ديفواريين للمغاربه، الاشعاع ديالو كيوصل حتى الناس اللي بعاد على الكوت ديفوار وفي دول اخرى. يعني يشوفوا هذه الحادثه ديك اللي طرات لهاد البائعه في احد المتاجر الامارات العربيه المتحده. فيديو نشكر فيه ولاد بلادي المغاربه في مكانه، وخصوصا اللي موجودين في الكوت ديفوار. تعالوا نقول لكم علاش باغا نتشكرهم. اليوم جا عندي واحد العميل بريطاني ومراته من كوت ديفوار، اوكي. فالمهم هما تسالوا على واحد البرودكت اللي هو موجود من استدم، باغيين العلبه القديمه. انا بشرح له، قلت له العلبه هذه تقريبا شي سنه ونص ما بقاتش في الماركتين الجديد، وبشرح له على الامتيازات تبع البرودكت. زوجها البريطاني عصب عليا ونرفز عليا، وانا كيف تعطيني برودكت ثاني، ممكن انا ما صدقت، بشرة مراتي صارت احسن، وبديت فهمتي معصب منرفز بواحد الطريقه ما نقول لكمش عليها. فانا بقيت ساكته، بعمل شغلي، بعمل تبع الرولز، يعني ما يعني خلاص بسمع له وبخليه لي للنهايه شو بيتكلم. ففي الاخر امتصيت غضب، يعني خليته لين نكمل كلامه، ما تكلمت الصراحه، ورغم انه كان معصب ومنرفز. فانا تكلمت مع مراته وقلت له شو الميزات، يعني شو سلسله الاسد، يعني هذا بيفيدك اكثر وبيعطيك. اول حاجه تقول لي وير فروم، قلت لها موروكو. واو بس موروكو، يتعنقني ما عاد شو قالت للزوجه، خلاص امتصت غضبه. قالت لي انا اول حاجه انا بوثق فيكم، وشكرا بزاف يعني الناس اللي موجودين في المغاربه اللي موجودين في الكوت ديفوار، وكيف الرساله اللي نقلوها على بلادي، وبقات تتشكر بواحد الطريقه ما نقول لكمش عليها. وقالت لي انا الصراحه يعني وثقت فيك، وبدات تعتذر مني، وبدل الحبه اخذت 3. في الاخر زوجها اعتذر مني، قال لي انا بالعكس بخاف على بشرتي انها تتاذى، وذاك كان موافقه. قلت لي راه نفس الشيء. يعني الفكره من الفيديو هذا انا كيف الناس، يعني كيف الرساله الساميه اللي وصلوها اولاد بلادي في الكوت ديفوار انه وصلتني لدبي، وبطريقه ديال المعامله انهم يتعاملوا معي. والحمد لله هذه من ميزات المغاربه كلهم، كان سواء بنات او اولاد. الحمد لله هذه تربيه مولوك، نحبوا نقلوا الصوره حلوه كيف ما كنا، وتنشكرهم بزاف، ونتمنى ان شاء الله الفوز للمغرب. والحلقه ديالتنا سالات، واللي باقي ما دارش ابينو يدير ابينو، واللي باقي ما دار زيم يدير زيم، اضرب ابق شعور. رجع القضايا دي لصاحبها، مش عايزين نعطل قضايا الناس اكتر ما متعطله. وقعت الجلسه وكل واحد يشوف مزاجه. الله يكمل مديورة تحط على حباته. انت الله يكمل مديورة تحط على حباته. سمعتيني؟ اضرب